يبدأ فيلمنا بسوهيو وهي مهندسة ديكور، وكانت غضبانة جدا من العمال علشان ركبوا البلاط غلط، وقالت لهم ان المدير هيغضب عليهم جدا. وبالفعل المدير قال لها انتي قائدة الفريق وانتي المسؤولة عنهم، كنتي فين؟ فقالت له انا اسفة، كنت بجهز الشقة الجديدة بتاعتي. فقال لها هيتم خصم تمن البلاط منك ومن العمال. وكانت صديقتها متضايقة منه علشان الخصم. وهي راجعة البيت قالت لصديقتها انها اكتشفت ان الغسالة باظت، فقالت لها ممكن تشتري واحدة مستعملة من النت. في نفس الوقت كان في واحد عارض شاشة كمبيوتر للبيع على النت، وجاء المشتري اللي عنده علشان ياخدها. كان صاحب الشاشة خايف منه وكان ماسك عصاية، لكن المشتري وقف وقال له اتفضل فلوسك، عجبتني الشاشة جدا. وهو بيديله الفلوس راح طعنه بسكينة في بطنه. اتفاجئ صاحب الشاشة بالموضوع ورمى الفلوس على الأرض. وبعد ما قتله أخد كل الأجهزة اللي في البيت وعرضها على النت، واتعرضت الغسالة بتاعته على النت واشترتها سوهيون. ولما ركبتها في الشقة ما اشتغلتش، والراجل قال لها دي بايظة، فعرفت انها اتنصب عليها وقعدت تدور على الاكونت بتاعه لكن تم حذفه. راحت للشرطة عشان تقدم فيه شكوى، فالضابط جو قال لها احنا عندنا قضايا كتير مشابهة وقدامك وقت كبير جدا علشان يتم التحقيق فيها. فصديقتها قالت لها ايه رأيك تاخدي صرفة من السيد كيمي المدير عشان تشتري غسالة جديدة؟ فرفضت سوهيون وراحت عشان تعرف اسعار الغسالات، وكانت غالية جدا عليها، فكانت بتضطر انها تاخد ملابسها للمغسلة وكانت تقيلة جدا عليها، وكانت الاكياس بتقطع منها. فقررت انها تنتقم من المحتال ده، وبحثت في النت عن كل العروض للبيع والشراء لغاية ما شافت اكونت صاحبه كاتب فيه لسرعة البيع لانه مهاجر برا البلاد، فعرفت انه هو اللي نصب عليها. وكتبت على الاكونت بتاعه ده شخص محتال علشان الناس ما تشتريش منه حاجة، وشعرت بالسعادة انها انتقمت منه. ودخل يكلمها من اكونت مزيف وقال لها امسحي اللي انت كاتباه. فقالت له انت نصاب محتال وانا بلغت عنك الشرطة وهيتم اعتقالك قريب. فقال لها انا حذرتك وقد اعذر من انذر، لكن سوهيون ما اهتمتش، فسجل اسمها والاكونت بتاعها عنده وبدأ يعرف عنها كل شيء. واثناء جلوسها مع صديقتها كانت بتاكل، وفجأة اتصل عليها شخص غريب وقال لها انا مستعدة للمشاركة. فقالت له مشاركة ايه؟ قال لها مش انتي منزلة على الاكونت بتاعك مشاركة الغسالة؟ فقالت له النمرة غلط. وبعد شوية اتصل عليها شخص تاني وقال لها انا مستعدة لمشاركة الغسالة معاكي. فقالت له برضو النمرة غلط. ودخلت على صفحتها ولقيت فعلا ان في منشور ان هي ممكن تشارك الغسالة بتاعتها مع حد عايز يغسل هدومه، ولكن مش هي اللي نشرت المنشور ده. ولما وصلت البيت لقيت دليفري وقف على الباب بيقول لها ده طلبك. فقالت له انا ما طلبتش حاجة. بعدين دخل دليفري تاني قال لها ده طلبك، فقالت انا برضو ما طلبتش حاجة. فالدليفري وراها رقم تليفونها وقال لها مش ده الرقم بتاعك؟ فقالت له اه. فقال لها الرقم ده اتصل علينا وقال ان انتي طالبة حاجة. ولقيت دليفري تالت برضو جاي يقول لها ان انتي طلبتي حاجة. فبدأت سوهيون تستغرب ايه اللي بيحصل ده، واضطرت انها تكتب ورقة تقول ان هي مش طلبت اي حاجة من اي حد. وراحت للشرطة وسألتهم هل في جديد في موضوعي؟ فالضابط قال لها لا، اللي انت بتقول تشتكي عليه مش موجود وان هو خارج البلاد. فاستغربت سوهيون وقالت لهم على اللي بيحصل ليها. فالضابط قال لها احنا هنحقق في الامر تاني. وراح الضابط جو وسأل صاحبة الشقة عن الشخص صاحب الاكونت اللي باع الغسالة، وقالت له انه سافر وقافل الشقة. فاتصل بزميله ناسيو وقال له للأسف مفيش جديد. ووصلت سول لبيتها، لكن لما دخلت خرجت تاني واكتشفت ان في حد كان دخل الشقة. وراحت للضابط جو وبدأ يشوف الكاميرات ولقى ان هما نفس الاشخاص اللي بيدخلوا العمارة كل مرة. فوصل دليفري وسأل عن اسمها. فبصت للضابط جو وقال لها ما تخافيش، احنا هنبعت للمطاعم الرقم بتاعك بحيث ان هما ما يبعتوش ليكي اي اكل هنا تاني. ولما طلعت شقتها لقت راجل غريب بيصلح حاجة. فقالت له انت مين؟ فقال لها انا اللي مسؤول عن صيانة كاميرات المراقبة. ولما راحت شغلها لقيت مامتها بتتصل بيها وبتطلب منها فلوس، فكانت طالبة منها مبلغ كبير فهتحول لها فلوس. ولكن فجأة فكرت شوية، مامتها وبابا اخباره ايه؟
فمامتها قالت لها ان هو في العمل، فكتبت لها قالت لها ازاي شخص متوفي يكون في عمل. ففهمت سوهيون ان ده الراجل المحتال النصاب اللي نصب عليها، وان هو كان عايز يضحك عليها وياخد منها فلوس. وفي الليل ما كانتش عارفة تنام، وكانت بتفكر في الموضوع كتير. وفجأة لقت ان باب الشقة بتاعتها بيتفتح، في حد واقف برا. فبصت كده لقت راجل واقف بيقول لها ممكن ادخل؟ فخافت جدا واترعبت وقالت له انت مين وازاي دخلت هنا؟ فقال لها مش انت اللي بعتي ليا وديتيني رقم السري لفتح باب الشقة؟ فخافت سوهيون جدا واتصلت بالشرطة وقالت لهم تعالوا الحقوني، في راجل غريب بيفتح عليا شقتي. فالراجل خاف بسرعة وهرب. ووقعت سوهيو على الأرض من كتر الخوف. وفجأة لقت رسالة على الموبايل بتاعها بيقول لها ابعتي ليا 4000 دولار وإلا لن أتوقف. فبصت على باب الشقة فلقت راجل تاني جاي يدخل عليها، فخافت جدا واترعبت وبدأت تبكي. لكن فجأة جاء ضابط جو وقبض عليه. قال لها الضابط جو هل انت بخير؟ احنا عملنا مراقبة عليكي وما تخافيش، في حراسة مشددة عليكي قدام البيت. وهي قاعدة على الكنبة فجأة جالها رسالة من الشخص النصاب وقال لها ان الاكاونت بتاعك كل معلوماتك الشخصية معايا، وبدأ يبعت لها معلوماتها الشخصية لما كانت في ثانوي في كلية وصورها كلها. فراحت تاني يوم للضابط جو وقالت له لازم ندور على الشخص. قال لها ما ينفعش، احنا دخلنا الشقة مرة ما ينفعش ندخلها تاني، لازم امر من المحكمة. فقالت له لازم نروح ندور عليه. فوافق الضابط جو ان هو يذهب معاها، وراحوا لصاحبة الشقة وقالوا لها لازم نفتح الشقة دي وندور على اي حاجة توصلنا لصاحبها. دخلوا الشقة قعدوا يدوروا كتير عن اي حاجة توصلهم للشخص نفسه. وفجأة لقوا ديب فريزر محطوط على جنب. فالضابط جو حب يشوف فيه ايه جواه، فلقى جثة شخص. فصوتت سوهيون هي وصاحبة الشقة، وجات الشرطة بسرعة ورفعوا البصمات. وكانت سوهيون مصدومة من المنظر. فقال لها الضابط رايحة فين؟ فقالت له انا هرجع البيت. فبعت معاها محقق ليوصلها للبيت. اتكلم الضابط جو مع ناسيو وقال له ان في قصة مشابهة للي بيحصل مع سوهيون. فراح الضابط جو ليقابل السيدة صاحبة نفس القصة. فقالت له انها اشترت حاجة بايظة من النت وكتبت للشخص انه محتال، وبدأت تلاقي الدليفري عند بيتها وارقام غريبة بتتصل بيها زي سوهيون بالظبط. صديقة سوهيون قالت لها لازم تسيبي الشقة وتعالي اسكني عندي، لكنها رفضت ورجعت بيتها ودخلت الحمام واكتشفت بخار مية على الازاز، ولقت الشاور على الارض وفي اكل على الترابيزة، ولقت شاشة الكمبيوتر مفتوحة وبتكتب فيها رجعت النهاردة بدري. فجت الشرطة ورفعوا البصمات وكانت سوهيون تعبانة جدا. فقال لها الضابط انت كويسة؟ لكنها كانت فاقدة الوعي وكانت بتحلم بكابوس. فقامت منه مفزوعة. فلقت نفسها في مركز الشرطة ففقدت الوعي مرة تانية وراحت المستشفى. وبدأ الضابط جو في فحص كل القضايا المشابهة لسوهيون. خرجت من المستشفى وسحبت كل الفلوس اللي معاها، واتصل بيها النصاب وقال لها لو بلغت الشرطة هتندمي باقي حياتك، انا هعدي عليكي بالليل واخد الفلوس. وكان الضابط بيراقب البيت واتصل عليها لكنها قفلت الموبايل. فجأة النصاب كسر عليه زجاج العربية وخدره وطلع شقة سوهيون علشان ياخد الفلوس. كانت سوهيون في الشقة بتاعتها وبصت للسقف كده وافتكرت الراجل بتاع الكاميرات، واكتشفت ان الكاميرات موجودة في كل الشقة حتى في البلكونة. وهي هناك لقت المدير بتاعها مضروب ومحطوط في البلكونة. فخافت جدا وبصت في انعكاس الزجاج فلقت المحتال واقف وراها. فحاولت تجري لكن المجرم شدها من شعرها ووقعت على الأرض. وأخيرا شافت وشه وعرفت انه الراجل اللي كان بيركب الكاميرات وخدرها. جه الضابط نفسه وحاول انه يرجع الضابط جو لوعيه، وهو بيعمل كده لقى المجرم خطف سوهيون. فأبلغ الشرطة بسرعة وجري وراه بالعربية. ففاق الضابط جو وطلع وراهم بالعربية. حاول ناسيو انه يخبط المجرم بالعربية لكن
كان بيسوق بسرعة رهيبة، وكان الضابط جو وراهم بسرعة. ففاقت سو هيون وحاولت تمسك المجرم من راسه لكن معرفتش. لكن فجأة جت عربية نقل وخبطت عربية ناسيو وعربية المجرم. جري الضابط جو بسرعة عن ناسيو، وكانت الحادثة صعبة جدا، وطلب من الناس يتصلوا بالإسعاف بسرعة. وعربية المجرم كان بيحاول انه يخرج، لكن سو هيون مسكته فقال لها سوف أراكِ قريبا، وخرج وهرب. فراح الضابط جو بسرعة ليها وملقاش المجرم، فعرف انه هرب. في المستشفى كان نسيوي بينزف كتير، وكانت حالته خطيرة جدا ودخل في غيبوبة. وسو هيون اتعرضت للصدمة وسابت شقتها، وصديقتها قالت لها لازم ترجعي شغلك علشان تنسي كل اللي حصل. بعد فترة جه اتصال للضابط جو بيقوله ان ناسيو اتوفى. فاتصل على سو هيون وقال لها على اللي حصل، وقال لها انت الوحيدة اللي عارفة شكل المجرم، لازم تساعديني. فوافقت انها تساعده في القبض على المجرم. وهي راكبة المترو لقت بنت بتتكلم انها عايز تشتري حاجة من النت، وصاحب الحاجة كاتب لسرعة البيع للهجرة خارج البلاد. فعرفت انه المجرم لانه بيستخدم الجملة نفسها في كل مرة. فاتصلت بالظابط وقالت له هتعرف توقع المجرم ازاي. فعملوا اكونت فيك وعرضوا فيه انهم عايزين يشتروا مكنسة، واتنكرت سو هيون علشان المجرم ما يعرفهاش، لغاية ما قابلته وقالت له انت صاحب المكنسة. وكان الضابط جو بيسمعها من الموبايل، فجري بسرعة ليها. فقالت للمجرم انا لازم اجرب المكنسة دي قبل ما اشتريها. فقال لها خلاص انا هستناكي تحت البيت وانت جربيها فوق. لكن سو هيون ما تعرفش انه كشفها وطلع وراها وخدرها. وبعد ما خدرها بص في الشقة لقاها فاضية، فاستغرب. وبعدين بص على سو هيون وكانت مستخبية في البلكونة، وكانت حاطة قطن في مناخيرها علشان ما تتخدرش. فعرف المجرم انها عملت له كمين، فحاول يدخل عليها من البلكونة وكسر الازاز، وقال لها انا هقتلك النهاردة، انت الوحيدة اللي عارفة شكلي. فقالت له خلاص الناس كلها عرفت. فبص وراه فلقى كاميرا بتصوره، فاتغاظ ومسك السكينة وجاء عليها علشان يقتلها. فجأة ظهر الضابط جو وضربوا بعض، وحاول المجرم انه يقتله. لكن سو هيون مسكت الأداة اللي بتدخل المسامير في الحيطة وضربته بيها، فاتغاظ أكتر ونزل فيها ضرب لغاية ما جري عليه الضابط جو وأخده ونط بيه من البلكونة ووقعوا على عربية. وكان المجرم بيحاول يضرب الضابط بالسكينة، لكن سو هيون جت بسرعة ومسكت ايده، والضابط حط ايده على وش المجرم لغاية ما انقطع التنفس بتاعه ومات. وبكت سو هيون وأخيرا اتخلصت من المجرم ده. بعد فترة رجعت لشغلها، لكن ما نسيتش اللي حصل ليها أبدا. لو عجبكم الفيديو ياريت ما تنسوناش باللايك والشير والاشتراك في القناة. مع السلامة.